السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في مطبخ ست الكل. تعالوا نعمل مع بعض الكريب بطريقة جميلة جدا. تعالوا نشوف هيبقى معانا كريب جاهز، وهنعمل بس الحشو بتاعه بطريقة سهلة. انا عامله الفيديو ده عشان لو انتي مستعجلة عايزة حاجة سريعة وعندك عجينة الكريب جاهزة هتحشيه على طول. انا بنقل لكم تجربتي لمنتجات سبيشال. لقيت ناس كتير محتاره في نوع جبنه كويس ومحتاجه حاجه كويسه، فانا بصراحه هنقل لكم تجربتي. انا بقالي اكتر من سنه بتعامل مع سبيشال، بجيب الجبنه منهم. انا جربت الجبنه وعجينه البيتزا والكريب والسمبوسه والجلاش، بصراحه من انضف المنتجات ومن احسن المنتجات. انا من الناس اللي ما كنتش بحب انواع الجبنه الكتير منتشره، دايما كنت اجرب انواع كتير وما تعجبنيش لحد ما لقيت سبيشال وعرفتهم الصدفة من على النت. فانا بصراحة جاي نقول لكم التجربة عشان اللي حابب، وناس كتير سألتني، فيا ريت تجربوها هتعجبكم جدا بجد. انا عامله الفيديو ده عشان نفيد بيه اي حد. تعالوا نعمل مع بعض حشوة الكريب واوريكم هنحشي الكريب والعجينة معاكم واوريكم الجبنة مع بعض ونشوف الطريقة مع بعض. معايا هنا بضاية، هنضيف عليها نص كوباية لبن، ومعلقة هريسة حبة صغيرة، ومعلقتين كبار من بهارات الكنتاكي. بهارات الكنتاكي دي انا بجيبها برضو من سبيشال، وممكن تلاقيها متوفرة عند اي عطار. بهارات كنتاكي. هنرب المكونات كويس جدا بالمضرب اليدوي. بعد كده هنضيف صدور الفراخ للتتبيلة وهنخلطهم مع بعض كويس جدا، وهنسيبها تتبل في التلاجة لمدة ساعتين. ولو عندك وقت ممكن تعمليها قبليها بيوم بالليل، مفيش مشكلة، بس لو انتي مستعجلة سيبيها. اهم حاجة انها متبلة بالتتبيلة ساعتين. تعالوا بقى نجهز الدقيق المتبهر معانا كوبايتين دقيق، عليهم معلقتين نشا، معلقة صغيرة بيكنج باودر، ومعلقتين بهارات كنتاكي، ورشة ملح ورشة فلفل اسود، ومعلقة صغيرة بابريكا، ومعلقة صغيرة توم باودر وبصل باودر. هنقلب كويس المكونات مع بعض. عايزين نقلب الدقيق مع الدقيق المتبهر مع التوابل، نقلبهم كويس جدا ونخلطهم ببعض كويس. بعد ما نخلطهم ببعض كويس جدا هنجيب بقى الصدور بتاعتنا. بعد ما سيبناها ساعتين هنضيف لها معلقتين من الدقيق المتبهر وهنقلبهم بالشكل ده زي ما احنا شايفين. معلقتين بس من الدقيق المتبهر وهنقلبها مع الصدور. بعد كده بقى تعالوا نعمل للصدور الكفر بتاعها. هنبهرها بالدقيق زي ما احنا شايفين كده. واهم حاجة بعد ما نعملها بالدقيق نحطها في مصفى عشان ننزل اي زوايد من الدقيق معانا زي ما انا شايفين عاملينها ازاي. معانا بقى زيت سخن وهننزل بالفراخ بتاعتنا على طول. هنقلي بقى قطع الستريبس بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله، جميلة جدا وطعمها تحفة، وحاجة انت عاملاها في البيت انضف من الحاجات الجاهزة طبعا. هنا عجينة الكريب الجاهزة، انت بتوفري على نفسك وقت ومجهود. في مرة هنبقى نعمل مع بعض احنا عجينة الكريب، بس ساعات بنبقى عندنا في البيت عايزين حاجات للزنقات ووقت الزنقة وعايزين نعمل حاجة سريعة. ضفنا الاول شوية جبنة، بعد كده حطيت قطع الفراخ بعد ما قطعتها، قطع فلفل رومي، كاتشب، مايونيز، زي ما تحبي بقى الصوصات زي ما انت عايزة، كل واحد بيحب حاجة. وبعد كده هنضيف حبة جبنة صغيرين، بس انا ما بحبش الجبنة كتير جدا في الساندوتشات، يعني كل واحد وذوقه حسب ما بيحب.
هنعمل مع بعض واحد تاني برضو. هنضيف قطع الستيبس ونضيف الفلفل الرومي. حابه تحطي طماطم مفيش مشكله، انا عندي ما بيفضلوهاش. ده صوص كاتشب على مايونيز. وهنضيف جبنه وهنقفله كويس زي ما احنا شايفين بتقفل معانا بكل سهوله. العجينه بسم الله ما شاء الله جميله حلوه ومنجزه للواحد في الوقت. معانا هنا الجبل بتاعتنا هندهنها دهنه زيت خفيفه ونسوي الكريب بتاعنا ياخد اللون الجميل ده زي ما احنا شايفين. جميل جدا بسم الله ما شاء الله وسهل وبسيط، وممكن تحشيه اي حشوه انت عايزاها. شايفين بسم الله ما شاء الله بعد ما استوى بسم الله ما شاء الله شكله وطعمه احلى بجد. هنلفه بورق فويل زي ما احنا شايفين كده اهوت عشان اللي ياكله يعرف يمسكه كويس. وكده خلصنا وصفتنا ومعانا الكريب جميل جدا وطعمه تحفه. ولو اول مره تشوفونا متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويا ريت تكونوا استفدتوا من الفيديو بتاعنا. حبيت انقل لكم تجربتي واشوفكم فيديو جديد ووصفه من مطبخ ست الكل. والسلام.